صديقي أيها المشاهد الجميل، في 1939 في فيلم ذا ويزرد اوف اوز بنتابع البطلة دورسي اللي كانت عايزة ترجع بيتها، لكن بتكتشف إن كل اللي كانت بتدور عليه موجود معاها من البداية. كمان في أفلام ذا لورد اوف ذا رينجز فرودو خرج عشان يدمر الخاتم، لكنه في الرحلة دي اكتشف معنى الصداقة والتضحية وقوة الخير في قلبه. وفي فيلم لايف اوف باي في ولد بيحاول ينجو بنفسه بعد ما السفينة غرقت، ولكن بيخوض رحلة روحية عميقة بيكتشف فيها الإيمان والقوة والهوية. حتى في فيلم الأنيميشن للأطفال اللي اسمه أب، كارل الراجل العجوز اللي فقد مراته بيطير البيت بتاعه عشان يحقق حلم مراته المتوفية، لكنه بيكتشف إن الحياة فيها مغامرات تستاهل تتعاش. وهنا بقى الفهم الحقيقي بدأ يظهر لجلجمش لما رجع لمدينته أورك، شاف الأسوار اللي بناها وشاف الناس اللي كان بيحكمهم، وفهم إن الخلود مش إنك تعيش للأبد بجسمك، الخلود في الأثر اللي بتسيبه، في الإنجازات اللي بتعملها، في الصداقات اللي بتكونها، في الحكمة اللي بتوصلها للأجيال اللي بعدك. جلجماش بدأ قصته وهو بيدور على الخلود الجسد، لكن رجع بإدراك عميق لجملة الخلود إنك تسيب أثر، وحكم بعدل في آخر أيامه وبقى بطل شعب. يعني فهم متأخر بس فهم.